تخيلوا انا في تانية جامعة ولسه عندي 19 سنة، يعني لسه مراهقة، فاللي هو الموضوع مضحك جدا جدا. امم طعمها جامد قوي. صباح الخير يا حلوين، تعالوا معايا النهاردة في يوم عشوائي أو يوم عادي من حياتي، وهو أجازة من الكلية طبعا. في اليوم ده هناكل مع بعض، وكمان هنتغدى وهنعمل كل حاجة حلوة في الحياة. فقمت من النوم زي ما انتم شايفين، واول حاجة عملتها ان انا بشرب مية، علشان المية مفيدة جدا 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 لأبعد الحدود للجسم. اهم حاجة تعودوا نفسكم ان انتوا تقوموا تشربوا مية على طول من غير ما حد يقولكم، قبل ما تناموا وبعد ما تقوموا كمان. فبعد ما شربت المية قمت بقى علشان اغسل وشي واغسل سناني. هنا بقى كنت بلبس الشبشب اللذيذ بتاعي طبعا، وهنا كنت رايحة على التسريحة علشان بقى اخد اسمه ايه ده، اخد اللي هو الغسول بتاعي، وكمان فرشة سناني بقى هبقى اجيبها بعمل حمام، وهغسل بقى وشي وهغسل سناني بغسول ارجنتو. هنا بقى كنت بوريكم الغسول بتاعي وفرشة سناني. هنا بقى بعد ما غسلت وشي طبعا همسح بقى وشي بالفوطة اللذيذة بتاعتي، وهنا كانت لحظة انتصار. بعد كده بقى هقعد بقى على التسريحة بتاعتي، احط المرطب بتاعي. استخدموا اي مرطب يا جماعة، حتى لو كان رخيص، اي حاجة استخدموها، اهم حاجة ان انتوا ترطبوا بشرتكم. ما تستنوش الفلوس وتقولوا احنا مش معانا فلوس، مش هنعمل، مش هنجيب حاجة، مش هنعمل، لا يعني اي مرطب. انا بستخدم مرطب ايفا زي ما انتم شايفين كده، علشان طبعا وشنا في الشتاء بيبقى محتاج ترطيب فظيع جدا، فانا بحط كتير من المرطب ده، وريحته حلوة وبيرطب بشرتك وبيحسسها كده بشوية هدوء كده وسلام. فبعد ما رطبت بشرتي هنروح بقى ايه علشان نجهز الفطار بتاعنا. طبعا المطبخ بتاعنا يعني مش بتاعي، المطبخ بتاعنا متكركب جدا جدا، عشان كده معرفتش اخش المطبخ واصور لكم في المطبخ. فقلت بقى ايه، هعمل هنا بقى ايه، احط بقى الفطار اللذيذ بتاعي، وبعد كده بقى في الغدا ماما كده كده هتعمل لنا الغدا وهنتغدى. المهم بقى هنا بقى بدأت احط الزبادي بتاعي. انا بموت في الزبادي اللي بالفراولة ده، يعني انا بعشقه جدا. كنت وانا صغيرة كنت بكره الزبادي بطريقة مش طبيعية حرفيا. اول ما كبرت حبيت الزبادي. يعني الناس وهم صغيرين بيحبوا الزبادي والحاجات دي، واول ما يكبروا بيعقلوا. انا لما بكبر بصغر تاني. المهم جبت بقى الموز وحطيته على الفراولة، حطيته على الزبادي بالفراولة. الحاجة دي مفيدة جدا للجسم وصحية جدا. انا بحاول على قد ما اقدر افطر فطار صحي، علشان طبعا انا في تربية رياضية فمحتاجة اتغذى، علشان ورايا امتحانات عملي، ونهارنا يعني هيكون بسم الله ما شاء الله يعني هنتنفخ. فربنا معانا ان شاء الله، وربنا مع كل واحد في الكليات بتاعته، وربنا يعيننا كلنا. المهم بعد كده بقى ايه، عملت الموزتين بتوعي دول، حطيتهم على الزبادي. قعدت بقى ايه اقطع في الموز، وهنا بقى بدأت اقلب الموز مع الزبادي بالفراولة. وبعد كده بقى جبت بقى معايا اللي هو البسكوت ده اللي هو اسمه بيس كريم. البسكوت ده جامد جامد، جبت منه 3 بس. الواحدة الكيس ب5 جنيه، وفي 3 وحدات بالظبط. يعني افترا حرفيا. فقلت بقى ايه، هجيب 3 واحطهم بقى واسيبها على الله واتوكل على الله. طيب كده بقى كنت بحط اول كيس اهو زي ما انتم شايفين، يعني اللي هو الموضوع بجد صحي صحي صحي. وانا اصلا بحب البسكوت ده، وهو البسكوت ده اصلا اللي فتح نفسي. يعني انتوا لو مش بتحبوا الحاجات الصحية جربوا الحاجات دي. وهنا بقى طبعا وقعت، وماما هتموتني طبعا على الحاجات اللي انا. هنا بقى كنت بدأت افطر. اتفضلوا يا جماعة. وكنت هنا بقى بدوق الحاجات اللي انا عملتها. الصراحة كان الطعم تحفة 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 مع البسكوت اللي انا حطيته ده. يعني بجد بجد البسكوت ده خرافة، انصحكم بيه طبعا. واصلا الناس كلها بتاكله، اصلا هو حلو اصلا ومشهور. فهنا بقى كنت بوريكم يعني الروعة اللي انا عملتها، وكمان الاحساس اللي انا كنت حاسة بيه ساعتها. وهنا بقى الموز بقى مع الزبادي بالفراولة حوار جامد بجد. بعد كده بقى شربت العصير ده. والصراحة العصير
انا اشتريته بس هو ما كانش عاجبني خالص، هو بالجوافه. العصير اللي فات اللي كان في الفلوج بتاع كوريا، اللي هو بتاع الاكل الكوري والحاجات دي، لو انتوا ما شفتوش خشوا شوفوه دلوقتي، جامد جدا. العصير ده كان تحفه، كان هو بالمانجا برضه، اما ده بالجوافه فطعمه مش عاجبني قوي. هنا بقى كنت بدوقكم، اتفضلوا يا جماعه. بدأت بقى اكل الفطار اللذيذ بتاعي ده طبعا، واتأمل في خلق الله وانا باكل. وهنا بقى كنت خلاص اللي هو ايه، لا شاطره يا عايده، برافو عليكي. جميله قوي، تحس ان انا عملت انجاز. انا مش عارفه ليه كل ما اعمل حاجه كلها احس ان انا بعمل انجاز فظيع، اللي هو انا يعني اللي هو الوحيده اللي بتعمل الحاجات دي، مش عارفه ايه الهبل اللي انا فيه ده. المهم بقى قلت بقى اشرب العصير، الصراحه ما كملتهوش، وديته لماما طبعا يعني. عايزه اقول لكم ان طعمها حلو قوي بالكوكيز اللي انا عاملاها دي، فبجد اختراعاتي حلوه قوي يا جماعه، اخترع كده وانا قاعده. والموز بقى مع الزبادي بالفراوله حور. انا مش حبيت العصير قوي، عصير الجوافه، بس مش عارفه اعمل كده ليه. انا شاريه من المحل بس مش عارفه اعمل كده. وهنا بقى كنت خلصت طبقي وفخورة بنفسي جدا ان انا خلصت الطبق، بس طبعا ما خلصتش العصير ده علشان انا مش حابه خالص، فجد. طيب يا حلوين، ده بقى وقت الغدا. هنتغدى بقى مكرونه بالبشاميل، ماما كانت عاملاها امبارح، والمحشي، وكمان حته الفرخه بتاعتي، فانجوي. هنا طبعا يا حلوين كنت بدأت اتغدى بالغدا بتاع ست الكل وست الحبايب. هنا بقى اكلت المحشي واللي اسمه ايه ده والمكرونه بالبشاميل والفراخ. هنا كنت بوريكم المكرونه بحنسكم ولا ايه. هنا بقى كنت باكل المكرونه بالبشاميل وبقول جود يعني على اساس يعني ان انا اللي عاملاها. لا، بحب اشكر في نفسي قوي من اقل حاجه. المهم انا يعني احنا شاكرين لست الكل على الاكل اللي عملته لينا ده. فكملنا بقى في الاكل بتاعنا اللذيذ ده، والصراحه الاكل كان حلو قوي، فانجوي معايا يا جماعه وانا بتغدى. دلوقتي بقى هناكل الفاكهه المفيده جدا. انا بموت في الفاكهه، انتوا عارفين طبعا، لو ما تعرفوش يعني انا بحب الفاكهه عشان الفاكهه مفيده جدا للجسم. وبعد كده هنقرا في الكتاب العادات السبع للمراهقين الاكثر فعاليه. تخيلوا انا في تانية جامعه ولسه عندي 19 سنه، يعني لسه مراهقه، فاللي هو الموضوع مضحك جدا جدا، فما حدش يتريق عليا في الكومنتات، ماشي؟ انجوي. وهنا بقى كنت بدأت اكل الفاكهة بتاعتي واقرا في الكتاب المفضل بتاعي. طبعا انا حبيت الكتاب ده بيعلمك حاجات مفيدة جدا ليكي في سن المراهقة. يعني انا مش متخيلة انا لسه ازاي في سن المراهقة وانا طالبة في تانية جامعة، لسه لي سنتين وهتخرج، فانا اصغر واحدة في الكون يا جماعة. ما حدش يتريق عليا. المهم بقى كنت باكل الموز بتاعي وبقرا في الكتاب وبكمل بقى وعايشة في خيالي بقى، انتوا عارفين بقى بكده. فهسيبكم بقى تعيشوا معايا الوقت الجامد ده.
بس يا حلوين كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا وانتهى يومنا. وكمان ما تنسوش تكتبوا لي تحت في الكومنتات لو عايزيني اعمل لكم فيديوهات عن المحتوى ده. ما تنسوش تعملوا اللايك وسبسكرايب للقناه عشان توصل لكم كل فيديوهاتي الجديده، واشوفكم في فيديو جديد حلوين، وانيو.